عارفين يا حضرات، انا اول مرة اشتريت العربية الفيات بتاعتي لقيت رجلي بعديها وجعاني. لما رحت عند الدكتور اكتشفت ان انا مريض. ولقيت عندك مرض ايه بقى يا ريس بلكونة؟ اكتشفت ان عندي مرض فيات فوت. مساء الفل يا عم مغاوري. مساء الفل يا بلكونة. أخبارك يا لمونة؟ أنا عرفت من نشأت إنك امبارح كنت بتشوف عروسة يا عم. احكي لي على اللي حصل. جرى يا نشأت، انت بتحكي كل حاجة كده على طول ليه؟ ايه يا عم، ما بيتبلش في بقك فولة ولا ايه؟ لا يا لمونة، أنا نشأة GPT، ذكاء اصطناعي. أنت نسيت ولا إيه؟ ما ينفعش الفول يتبل في بقي أساسا. يا عم انا بصراحة ما شفتش منك اي ذكاء دلوقتي، ولا ذكاء ولا اصطناعي حتى. كل شوية بس انت بتورطني كده وخلاص، الله يسامحك. يا لمونة أنا بهيئك، اصبر شوية على رزقك، وإن شاء الله مستقبلك مبهر معايا. بس عشان خاطري احكي لنا تاني على الحكاية. أنا الحكاية دي بتهلكني من الضحك. الله الله الله، جرى نشأة، انت ايه بتضحك على احزاني؟ ترقص على احزاني ولا ايه يا عم انت؟ المفروض ان انت تواسيني وتاخد بايدي. طب احكي لي يا لمونة وضحكنا أنا كمان، وما تخافش يا عم، هواسيك في الآخر وهاخد بإيدك. ما هو نشأة السبب خلاني اروح اتقدم واقول لهم ان انا رجل اعمال، وما مشيش بقى الموضوع خالص بصراحة. أهلا وسهلا يا حبيبي، أنست ونورت طبعا. مش محتاج أقولك إن إحنا بنشتري راجل. الف شكر يا عمي، كلك ذوق. ما هم كلهم بيقولوا كده بقى في الاول، اما نشوف بقى في الاتفاق تعملوا فيا ايه. بس إحنا قول وفعل وصوت كمان يا ابني، وهتتأكد بنفسك مع الأيام. قول وفعل وصوت؟ ايه صوت دي؟ ولو اني مش فاهم يعني، بس ماشي. شكلك كده راجل عسلية كده، والجوازة سالكة ان شاء الله. مفيش أحلى يا ابني من الوضوح والسمعة الحسنة، وده بقى ابن عبد الحميد أخو العروسة. ازيك يا عريسنا؟ عامل إيه؟ وعلى كده بقى بتشتغل إيه؟ انا بشتغل رجل اعمال، رجل اعمال كده يعني صغنن كده على قدي. الله الله، دي البت اختي دي بقى على كده محسوسة، هتتجوز واحد مليان فلوس كده زيك. لا مش قوي كده يعني بصراحة، هي الفلوس بتيجي وبتطير ولا بنحس بيها خالص. والله عندك حق يا ابني، بتطير الفلوس اليومين دول زي الغازات كده بالظبط. زي الغازات؟ ايه التشبيه الغريب ده بصراحة تشبيه غريب قوي ده يا عم يعني، بس عندك حق بقى. هو في حاجة غريبة هنا كده بتعمل صوت، انا مش عارف بصراحة، بس في حاجة غريبة. صوت ايه يا ابني؟ مفيش أي حاجة غريبة. أنت سامع حاجة يا عبد الحميد؟ لا أنا مش سامع أي حاجة. المهم بقى يا عريس، أنا عاوزك تعرف إن أهم حاجة عندنا النسب. إحنا من عيلة غازي الفايح، أكبر عيلة هنا في المدينة كلها. عيلة غازي؟ الله، مش صريح شوية الاسم ده كده يعني ولا ايه؟ عيدة غازي وأنا أفتخر، عيدة حسنة السمعة، وخد بالك إحنا رجالة، رجالة قوي كمان، وصوتنا من دماغنا. والله انا مش شايف كده بصراحة خالص، وكمان حاسس ان صوتكم مش من دماغكم يعني بصراحة. تقصد إيه بالكلام ده؟ أنت كده هتزعلني منك. أنا بدأت أشم ريحة مش كويسة في كلامك. لا 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 لا، ابوس ايدك، ده صوت بس وانا مش قادر اكمل يعني، هتبقى ريحة كمان؟ لا كده كتير.